بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، ان شاء الله يا رب تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة يا رب. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم شهر رمضان اللي راهو على الابواب. اللهم بلغنا رمضان لا فقيدين ولا مفقودين، يعني مازالوا له تقريبا شهر وحاجة. ان شاء الله يا رب يصوموه بالصحة والهنا. جبت لكم شوربة فريك. هاد الشوربة فريك راح نديرها معكم على طريقتي وراح تجي بزاف بزاف بنينة. انا ما كانش اللي ماكله الشوربة فريك تاعي وقال لي بزاف بنينة. تبعوا معايا الوصفه هكذا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه نجيبوا لا كوكوط، راح نحطوا فيها كميه من الزيت، راح نحطوا فيها كميه من المارغرين، ولا اذا عندكم السمن ديروا السمن افضل. راح نحطوا هنايا قطع من اللحم. هنا بالنسبه للحم استعملوا واش ما حبيتوا. انا نحب في الفريك نستعمل اللحم اللي يكون فيه شويه شحمه. استعملت الكويس واستعملت ايضا مرصوات تاع اللحم فيهم شويه شحمه، هكذا باش يجي لي الفريك تاعي ميدم وبنين. نقلو هذيك اللحم تاعي شويه حتى يتبدل اللون نتاعها. بعدها راح نضيفوا حبه بصل تكون مسكرفجه كبيره شويه، ونضيفوا معاها زوج فصوص تاع الثوم. بالنسبه للثوم هنايا اللي ما يحبوش الثوم ولا اللي يقول لك الثوم ما تجيش في شوربه فريك، لكم الاختيار تقدروا تستغناو عليها. نقلو هذاك البصل تاعي حتى يدبل شويه. بعدها راح نجيبوا التوابل تاعي اللي هما هنا الملح، عندي راس الحانوت، عندي شويه كمون، عندي شويه زنجبيل مطحون، شويه عكري، شويه فلفل اسود، وعندي ايضا العود نتاع القرفه اللي هو يعني راح يمد بنا بزاف بزاف هايله الشوربه فريك. انا في الاول يعني ما كنتش نحط القرفه، لكن لما استعملت القرفه لقيت يعني ذوق الفريك يجي ولا اروع. على بالي راح يعني يجيو بزاف يقولوا لي القرفه ما تجيش في شوربه فريك، لكن يعني انا نحبها بالقرفه، وانتم لكم الاختيار تقدروا تستغناو على العود تاع القرفه. لكن صدقوني لما تجربوها راح توليو يعني تحطوها بلا ما تفيقوا، وما راحش يجي الذوق تاع القرفه باين بزاف، لانه راح يتغطى شويه مع التوابل الاخرى. راح نقلو هذوك التوابل تاعي مع البصل شويه، يعني نقلو جيدا ماشي شويه، لانه انا تقريبا نصف ساعه وانا نقلي في هاد لاكوكوت تاعي. راح نضيفو زوج وريقات رند، راح نضيفو ايضا شويه زعتره. الا كان عندكم الخضره يعني ديروا الخضره، ديروا عود ديريكت، ولا كان عندكم هذه اليابسه حكوها بين يديكم. راح نديروا هنايا فلفل حار، هذوما الفلفل هذاك الصغير الحار. هنايا اللي ما يحبش الحار يقدر يستغنى عليه. هنا يعني نقلو، ولما نحسوا بلي القدره تاعي رايحه تتحرق لي ولا التوابل تاعي راح يتحرقوا لي، كل مره نضيفوا شويه فقط من الماء، يعني ما تضيفوش بزاف. راح نضيفوا هنايا بعد ما تقلى لي البصل جيدا حوالي 10 دقائق او اكثر، راح نضيفوا هنا حبه طماطيش تكون يعني طيبه مليح ومسكرفجه. نقلوها حتى هي حتى يعني يتبدل اللون نتاعها وتقريبا تختفي تماما. راح نضيفوا هنايا نص حبه زروديه ونص حبه كورجيت. هنا اللي ما يحبهمش يعني يقدر يستغنى عليهم، لكن والله يعني يمدونا القوام للشوربه تاعنا، ما تجيش زغلي والما يغلي، تجي خاتره، تجي ايضا بنينه. هذيك الزروديه راح تنحي لنا الحموضيه تاع الطوماطيش، يعني راح تجي بزاف بزاف بنينه. راح نضيفوا هنايا ملعقه كبيره من الطماطم المصبره، ونحطوا عليها شويه من الماء الساخن هكذا باش نحلوها وتتحل معايا وتتقلى معايا جيدا. يعني ضروري نقلو هذا الخليط تاعي جيدا. السر تاع الشوربه ما هو في الطياب، ما هو في مكونات اخرى، راهو في التقليه. نقلو جيدا. بعدها راح نضيفو هنايا باقه عطريه اللي فيها شويه معدنوس، شويه حشيش وشويه نعناع. ربطوها بخيط وحطوها في القدره تاعكم، ومن بعد نحوها. راح نبقاو نقليو جيدا حتى نوصلوا لهذا القوام، ويذوب لي البصل جيدا وتذوب لي الطماطيش، وهذيك الطماطم المصبره تتقلى معايا ويتبدل اللون نتاع القدره تاعي. هنا راح نمرقوا، هنا ما نكتروش الماء بزاف، يعني راح نمرقوا قسم ما يطيب لي اللحم والدجاج فقط، يعني غير شويه فقط. نغلقوا لاكوكوت تاعنا ونخلوهم يطيبوا. نغلقوا لاكوكوت حوالي نصف ساعه، يعني حتى نحسوا بلي اللحم والدجاج تاعي طابوا. يعني الا حبيتوا فتحوا وشوفوا. هنا بعد ما فتحت لاكوكوت تاعي وكما راكم تشوفوا هاوليك، يعني لاكوكوت تاعي اللحم تاعي طاب، الدجاج طاب، القديره تاعي راهي ميدمه الله الله. راح ننحو اللحم نتاعنا هكذا، نحوها، نحو هذيك الباقه العطريه، نحو العود تاع القرفه، نحو الرند، الفلفل، يعني نحو كاع اللي ما تحبوش ترحوه. راح نجيبوا البراميكسور ونرحو هذا الخليط تاعنا جيدا، يعني هكا باش لما نكونوا ناكلوا في الشوربه فريك نحسوا بالقوام نتاعها منسجم، يعني ما نلقاوش هذيك ساعه نلقاو الطوماطيش، ساعه نلقاو البصل ماشي مقلي مليح. هكا كي ترحوها بالبراميكسور في هذه المرحله
راح تجيكم الشوربه فريك تاعكم ولا اروع. يعني الشكل تاعها يجي ما شاء الله. هنا نريكيبيريو كلش يعني السوائل تاعنا. هنايا البراميكسور تاعنا نشلوه بشويه ما سخون. بعدها راح نجيبوا الفريك تاعي اللي كنت هنايا غسلته، نحيت له هذيك الكحوليه تاع التشواط وشلته يعني مليح مليح. وهنايا كيلت بهذا الكاس، انا كيلت حوالي كاس ناقص اسبوع. شمخته وخليته ما بين كانت لاكوكوط تاعي تطيب واللحم تاعي يطيب. كنت انايا شمخته وخليته بجيه. رايحين نلوحوا لهنايا الفريك تاعي ونخلوه شويه يتقلى مع هذيك الخليط تاعي قبل ما نمرقو. هكا باش يدي لي البنه تاع القدره تاعي. بعدها رايحين نمركو لاكوكوط تاعنا، نحطو هنايا قرن فلفل حار ونغلقوا لاكوكوط تاعنا حوالي 45 دقيقه. يعني انا الفريك تاعي صراحه نخليه يطيب مليح مليح حتى نحس هذوك الحبيبات رجعوا مولس ورجعوا ما شاء الله. هنا بعد ما طاب لي الفريك تاعي وصلت للقوام اللي راني حبته. راح نضيف اللحم تاعي اللي كنت فتتها، قطعتها الى قطع صغيره. وفي الاخر هنا راح نضيفوا رشه من الفلفل الاسود، رشه من راس الحانوت. هنا راح نضيفوا وريقات تاع نعناع اختياريه تقدروا تستغنوا عليها. ونخلطوا نستناو هنايا هذاك الخليط تاعي يرفد لي الغليه مع اللحم هذيك مع هذوك الاضافات تاعي، ونطفوا النار. وشوربه فريك تاعي راهي جاهزه وواجده كما راكم تشوفوا. واش نقول لكم، جات بزاف بزاف بنينه. ان شاء الله يعني تجربوا هذه الوصفه وتستمتعوا بالبنه. واللي تجيها شوربه فريك تاعها صامته ما نقول لك غير جربي هذه الطريقه وراح تجيلك ولا اروع. وكامل راح يشكروا لك في شوربه فريك نتاعك. هنا راح نسربيو شويه في الطبسي، راح نحطوا عليها رشه من الحشيش. كما تعرفوا شوربه فريك ما تمشيش بلا الحشيش. انا صراحه بلا الحشيش والقارص مانيش ناكل في شوربه فريك، لازم الحشيش والقارص في شوربه فريك. وايضا اللي ما يخطيناش مع شوربه فريك هو البوراك، وايضا خبز الدار اللي يعني كنت ديجا صورتهم وحطيتهم لكم في القناه. راح نخلي لكم الروابط تاعهم في صندوق الوصف. خبز الدار ولا اروع، بوراك تاعي بالدجاج ولا اروع. يعني نتمنى تجربوا كامل هذه الوصفات وتستمتعوا بالبنه هذه كامل. ويعني وما تبخلوش عليا. خليوا لي جيم وتعليق مشجع ومع السلامه.